وبركاته. قبل أي حاجة صلوا على النبي واعملوا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. وما تنساش تصلي على النبي. النادي الأهلي يا جماعة، يعني بكرة الأمس يوم التلات إن شاء الله بإذن الله. مباراته مع سيراميكا. احنا بنتمنى إن احنا نلاقوا النادي الأهلي يكون بجودة كويسة، يعني تكون اللعيبة بقى فائد من الغيبوبة اللي هي فيها. دي اهم حاجة تكون اللعيبة فائت من الغيبوبة اللي هي فيها. تاني احنا مش عايزين نضيعوا ولا نقطة من كل مباراة من الست مباريات اللي فاضلين. ما نضيعوش ولا نقطة. النقطة اللي هتضيع انت كده خسرت الدوري. اللي وراك على طول، مش هيسيبك. يعني انت لو خسرت الماتش بتاع بكرة ده سيراميكا، يعني كده بص، ركب عليك وما عادش هتعرف تجيبه تاني، ولا هتعرف خلاص. انت ولا عاد هتعرف تلعب في افريقيا، ولا هتعرف حتى هتلاقي اي حاجة في افريقيا اساسا خالص الموسم اللي جاي. في يعني اداء النادي الاهلي، يا ريت المدرب يكون بقى اتعلم شوية. يعني مدرب النادي الاهلي عنده غشاوة كده، ما بيشوفش، ما والله العظيم ما بيشوفش. هو عارف بيعمل ايه ولا بيغير ازاي ولا بيعمل. هو عامل كده وما بيغيرش، ولا عارف اصلا التغيير ازاي، ولا بيشوف مين اللي بيلعب ومين اللي ما بيلعبش. يعني تلاقيه مطلع اللي بيلعب وسايب اللي ما بيلعبش. يعني اللي ما بيلعبش ده وما بيديش معاه سايبه، مقتنع بيه. هو مقتنع ان هو بيلعب كورة. ما المدرب ده يا جماعة ما بيشوفش اللعيبة بتلعب ازاي، ما بيشوفش والله العظيم، ما بيشوفش الملعب، ما بيكشفش الملعب. احنا جالنا مدربين كتير، يعني شوية يكون الدماغ بتاعتهم تشتغل، وبعد كده دماغهم تقف. ما معرفش ليه، ايه السر، معرفش. ده من اول ما جه وهو دماغه واقفة. ما معرفش الاهلي اصلا يعني اتعاقد معاه في ايه، ولا بطولات، ولا عمل انجازات، ولا ليه اي حاجة سابقة ان الاهلي يجيبه ويتعاقد معاه بالمبلغ الكبير ده. يعني ليه الاهلي جابه بالمبلغ الكبير ده؟ عشان يفسخ العقد لازم يدفع شرط جزائي كبير. هي دي المشكله، مشكله النادي الاهلي. عندك بقى خط الهجوم، انت عندك كاموش مالهوش فيها، ما بيعرفش يا جماعه اساسيات الكوره، والله ما بيعرف اساسيات الكوره. ممكن اهو اللي اشتغل شويه وكده وبتاع. مروان عثمان. مروان ده يعني اهي، يعني في مثلا حته نسبه كده من الهجوم. انما عشان وعندك محمد شريف، ولا حياته لو كام تنادي. يعني مفيش محمد شريف خالص، مفيش محمد شريف. عمري يعني التلاتة دولت ما يجيش، يعني لا مؤاخذة، يعني ما يجيش شوز من فردة جزمة من وسام ابو علي بصراحة. يعني عندك وسام ابو علي بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا بره، جوان وهاتريك والدنيا معاه حلوة، وماتش جونين وماتش جون، والدنيا شغالة معاه بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيده. هو ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلموا معاه، واتكلموا مع أسامة أبو علي وكيل أعماله تمام. أسامة أبو علي مرحب جدا بالنادي الأهلي، يعني هو عايز يلعب في النادي الأهلي. وأهم حاجة يا جماعة، يعني التوفيق بكرة لإدارة النادي الأهلي، الجهاز الفني للنادي الأهلي، اللعيبة. بنقول للعيبة استمروا، اهدوا في كل كورة بتلعبوها، اهدوا فيها. احنا عايزين تلعبوا لعب تفوزوا بأداء كويس. انت عندكم المنافس بسم الله ما شاء الله امبارح مكسر الدنيا، 4 أهداف، 4 أهداف بدون مجهود، بلعب بذكاء، بيلعبوا بذكاء، مش مستعجلين. العب عشان تفوز. وصلوا الحلقة ده يا جماعة لألف لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس يوصلكم مني كل جديد. لو بتشوفنا على أي منصة وبتشوف الفيديو ده، اعمل المتابعة، اعمل مشاركة، شير الفيديو، اشتراك في القناة، آه، كل حاجة ليك لأخوك المسلم. ورجاء وليس أمرا، وصل على النبي واعمل اشتراك في قلبك يا غالي.